جوجل قدمت 5 ادوات جديده وغريبه في مؤتمر اي او، ودي سلسله جديده بعنوان عارف ولا مش عارف. فلو مش عارف تعال احكي لك الحكايه. جوجل قررت تعمل حفله وداع لمعظم الوظائف الابداعيه في مؤتمرها الاخير، لانها قدمت مجموعه اي تولز بتقوم بنفس الشغل في وقت اقل وجوده اعلى. الاداه الاولى فيو 3، موديل جديد يقدر يحول اي جمله انت بتكتبها لفيلم كامل في ثواني بالممثلين والباك جراوند وكمان الساوند افكتس، يعني مشهد سينمائي كامل. باي باي مخرجين، باي باي ممثلين. الاداه الثانيه فلو. فاكر الفيديو اللي طلعته من فيو 3؟ فلو بقى هتخليك تعدل على المشهد والوانه وسرعته براحتك. باي باي مونترين. الاداه الثالثه جيميناي لايف، كانك بتتكلم فيديو كول مع واحد صاحبك بالظبط. هتصور له انت فين وبتعمل ايه وبعدين هتساله وهو هيرد على اي حاجه في اي وقت. والاداه الرابعه ايميجن 4، يقدر يجنريت صور سينمائيه بجوده عاليه جدا، كأن اللي مصورها لك مصور محترف. كمان يقدر يجنريت بوسترات وديزاينات من غير ولا غلطه. الدوام لله وحده. باي باي جرافيك ديزاينرز. والاداه الخامسه AI Overview، وده ليه مهمتين، انه يجيب لك المعلومه وانه يساعدك تفهمها. الاداه السادسه والاخيره جولز كودينج ايجنت، والتول دي مهمتها انها تساعدك في الكودينج، يعني هتقرا كود وتصلح الاخطاء وكمان هتضيف فيتشرز جديده كانه مبرمج معاك بالظبط. لو في حاجه ممكن نتعلمها من المؤتمر ده غير ان احنا ندور لنا على شغلانه تانية لسه الاي اي ما وصلهاش، فهتكون اننا نتعلم ندمج الاي اي في شغلنا، ما نخافش منه ونعند معاه ونقف ضده وخلاص. فممكن من دلوقتي تبداوا تجهزوا اولادكم لثوره الاي اي اللي داخله علينا دي وتقدموا لهم في اي سكول. ابعتوا لنا في الدي ام وهنرد عليكم بكل التفاصيل. ما تنسوش فولو اي سكول عشان بنقول كلام من بره المنهج.